أهلا بكم من جديد في سؤال الساعة. ها هو المغرب يعود أخيرا إلى أسرته المؤسسية، إلى بيته الإفريقي. كم هو جميل هذا اليوم الذي أعود فيه إلى البيت بعد طول غياب. كم هو جميل هذا اليوم الذي أحمل فيه قلبي ومشاعري إلى المكان الذي أحبه، فإفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. لقد عدت أخيرا إلى بيتي، وكم أنا سعيد بلقياكم من جديد. لقد اشتقت إليكم جميعا. من أجل ذلك قررت أن أقوم بهذه الزيارة وأن أتوجه إليكم بهذا الخطاب دون انتظار استكمال الإجراءات القانونية والمسطرية التي ستفضي لاستعادة المملكة مكانتها داخل الاتحاد، وأن الدعم الصريح والقوي الذي حظي به المغرب لخير دليل على متانة الروابط التي تجمعنا. لقد كان الانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية ضروريا، فقد أتاح الفرصة للمغرب لإعادة تركيز عمله داخل القارة ولإبراز مدى حاجة المغرب لإفريقيا ومدى حاجة إفريقيا للمغرب. لقد جاء قرار العودة للمؤسسة الإفريقية ثمرة تفكير عميق، وهي اليوم أمر بديهي. لقد حان موعد العودة إلى البيت. هكذا استهل العاهل المغربي الملك محمد السادس الخطاب التاريخي الذي ألقاه من منصة القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا غداة عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية، في لحظة تاريخية لها ما تعنيه، تتوج عملا كبيرا متعدد الأبعاد قاده الملك محمد السادس منذ عدة سنوات. وإذن فإن سؤال هذه الحلقة يتعلق بعودة المغرب إلى أسرته المؤسسية الإفريقية في انتصار كبير. ما هي الآفاق التي ستفتحها هذه العودة والإضافات المربحة التي ستحملها، وأبعاد الرهانات والتحديات القادمة؟ والإحاطة بمختلف جوانبه نستضيف دكتور خالد الشقراوي، مدير مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات. مرحبا أستاذ الشقراوي. أهلا وسهلا. والدكتور عثمان قايل، أستاذ الاقتصاد الدولي والجيوستراتيجيا بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. مرحبا أستاذ عثمان قايل. والأستاذ عبد الكبير خشيشن، الكاتب الصحفي المختص في الشؤون السياسية. مرحبا أستاذ عبد الكبير خشيشن. إذن أستاذ خالد الشقراوي، من أديس أبابا 1984 إلى أديس أبابا 2016 تغيرت أشياء كثيرة في إفريقيا. ففي نوفمبر 1984 بعث العاهل الراحل الحسن الثاني خطابا مؤثرا إلى منظمة الوحدة الإفريقية أوضح فيه أن وقت الفراق قد حان. وفي 31 من يناير 2017 وغداة عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ألقى الملك محمد السادس خطابا تاريخيا أمام القمة 28 للاتحاد قال فيه: كم هو جميل هذا اليوم الذي يعود فيه إلى البيت بعد طول غياب. العودة إلى الأسرة المؤسسية إنه إذن قرار استراتيجي سيكون له ما بعده. بالفعل هو قرار استراتيجي وأيضا قرار استشرافي، على أساس إذا ربطنا هذا بكلمة طرحها الملك في خطاب دكار حينما قال أن حضور المغرب في القارة الإفريقية بعيد عن كل مقاربة تكتيكية. فنحن هنا لم نعد على مستوى الحسابات الضيقة، بل هناك أمور كبرى وهناك تحديات كبرى تجلت في المجال الإفريقي، وبالتالي المغرب سوف يلعب دورا مهما في هذا الإطار، ليس على مستويات الحسابات السياسية الضيقة أو السياسة السياسوية، ولكن على مستوى مواجهة مجموعة من التحديات الكبرى. ما وقع سنة 1984 بدون الرجوع إلى حيثياته كانت له ظروفه الجيوستراتيجية، كانت له أمور خاصة به، وأيضا محيطه التاريخي الذي أدى إلى أن يكون ذلك الحدث على ما هو عليه في ذلك الوقت. لأن المغرب لم يكن يريد أن يكون شريكا في اتخاذ قرارات تضرب الشرعية. لأن هذا هو المشكل الكبير، هو أن المنظمة آنذاك تجاوزت شرعيتها، تجاوزت منطقها،
وضعها، خاصة ذلك المنطق الذي يقول في البند الرابع أن لكل دولة الحق في أن تندمج في المنظمة الوحدة الإفريقية على أساس أن تكون مستقلة وذات سيادة، وهو ما لم يكن يتأتى لحد الآن لذلك الكيان المزعوم. المهم في هذا الإطار وهو أن لكل قرار سياسي ظروفه الجيوسياسية وظروفه التاريخية، فما وقع سنة 84 كان واقعة معينة فرضتها ظروف معينة. العمل المهم وهو أن المغرب لم يتوقف من 84 إلى الآن، وقع عمل كبير للغاية، هناك محطات مهمة كبيرة للغاية. الخطاب الملكي في أديس أبيبا تحدث عن سنتين أساس، سنة 1999 ثم سنة 2000 ثم بالضرورة سنة 2017، وهو ما قلته في المقدمة، هناك عمل طويل، يعني لم يكن هناك كسل واتكاء أو فقط نعم وقع ما وقع سوف نرضخ إلى هذا الوقت، لا، هناك عمل وقع وهناك تفكير عميق، والكلمتين مهمة، يعني هناك عمل طويل في الزمن، هناك شغل من لدن مجموعة من المؤسسات المشتغلة في الميدان، وأيضا هناك تفكير، هناك نوع من الإبداع، هناك خبرة أنتجت انطلاقا، هناك رؤية، وبالضرورة هناك رؤية. لذلك أقول بأننا ربما نحن في الخطاب الملكي الرسالة التي وجهها وهو أنه ما وقع بحكم أنه نتيجة لبعد زمني طويل، فمعناه أنني لست في مجال تكتيكي وأيضا لست في مجال استراتيجي، علما بأن التكتيك هو لحظي، الاستراتيجي هو ما بين 3 إلى 5 سنوات. نحن اشتغلنا على مدة ما يزيد على 17 سنة فقط من 2000، إذا رجعناها إلى 84 تجاوزنا المدة، إذا نحن في منطق استشرافي، والمنطق الاستشرافي هو أبعاد 25 إلى ما يزيد عن 50 سنة، وهذه هي الرسالة الأساسية. والرسالة المتضمنة فيما بعد وهو ما قاله في الخطاب، يعني من يبحث عن الريادة فذلك شأنه، من يبحث عن فقط الجلوس في مقعد فذلك شأنه، لأن ما ينتظرنا هو أكبر من ذلك بكثير، هو القارة الإفريقية. لذلك أعتقد بأن هذا الخطاب كان متكاملا مليء بالرسائل، وربما هو أيضا خطة طريق لمستقبل مهم للغاية. سنعود إلى الخطاب بتفصيل خلال هذا البرنامج. أستاذ أفنجاير، انتصار كبير طوى صفحة الماضي التي استمرت منذ العام 1984، فتح صفحة جديدة. أعتقد على أنه عكس بعض الأفكار التي قدمت من طرف البعض على أن المغرب قد غير موقفه بشكل مفاجئ إلى آخره، وبأن الظروف لم تتغير. على عكس ذلك إفريقيا تغيرت وتغيرت بشكل كبير، لا على مستوى النخب ولا على مستوى حتى البنيات السياسية والمؤسساتية وديناميات المجتمعات بطبيعة الحال، كما أكد على ذلك الخطاب الملكي. ديناميات المجتمعات كذلك لا يجب أن نغفلها، على اعتبار أن مجموعة من الدول الإفريقية تعرف حراكات ثقافية سياسية ديمقراطية، وبالتالي فإفريقيا تغيرت ولكن كذلك المغرب تغير، وبالتالي فمياه كثيرة جرت تحت جسر علاقات المغرب وإفريقيا. إفريقيا في آخر المطاف هي قدر المغرب، والمغرب بالمقابل كذلك هو قدر إفريقيا، وبالتالي لا يمكن أن نعتبر هذا القرار تغيير مفاجئ. على عكس ذلك قرار عودة المغرب أو رجوعه إلى عائلته المؤسساتية كما تبينه الوقائع هو نتاج لتصور متكامل لدور المغرب في إفريقيا وعلاقات المغرب بشركائه الأفارقة، خصوصا خلال 15 سنة الماضية. يمكن القول بأن تحركات المغرب خلال هذه 15 سنة الماضية قد جعلت من المسألة الإفريقية عقيدة أساسية في السياسة الخارجية للمغرب، وهو ما يترجمه حجم آليات وميكانيزمات التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة. المغرب كذلك يقترح من خلال مقاربته لعلاقته مع الدول الإفريقية أشكالا جديدة من الشراكة ومن الاندماج الإفريقي يمكن أن نعود لها فيما بعد، وهذه هي ممكن نقدموا على أن الإضافة النوعية للمغرب، على اعتبار أن الاتحاد الإفريقي لحدود الساعة كان منخرطا وفي ديناميات سياسية قد نست أو تناست كذلك الإشكاليات التنموية التي تشكل الأساس الكبير والمهم لمجموعة من المعضلات التي تعيشها القارة. أستاذ خشيشن، استعاد المغرب إذا مقعده في الاتحاد الإفريقي وانتصر في معركة دبلوماسية وضع فيها خصومه كل ثقلهم لكي تكون عودته مثقلة بالشروط وموسومة بالتنازلات. صحيح، ولفهم هذه
اللحظة وإعطائها ما تستحق من تقدير. يجب أن نعود إلى الوراء في سنة 1984 وخروج المغرب كان عن طريق اختراق أو خرق لكل أخلاقيات العمل السياسي وللشرعية. يتذكر الجميع على أن إدخال البوليساريو كان مناورة دنيئة استعمل فيها جميع الوسائل، استعانوا في آخر لحظة بدولة ليكملوا النصاب القانوني لوسوتو. وهذه العقلية التي كانت سائدة آنذاك كان لها سياق، كان لها وضع إقليمي معين. بطبيعة الحال تغيرت الأوضاع داخل إفريقيا، ولكن يجب أن ننتبه إلى أن رسالة الانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية للراحل الحسن الثاني كانت تتضمن نبتة العودة إلى الاتحاد الإفريقي، ولقراءتها بدقة يجب الانتباه إلى الأفق الذي كانت تطرحه في ربط علاقات مع إفريقيا من خارج هذا الهيكل الذي تم اختراقه واختراق شرعيته. في العهد ديال الملك الجديد ومن 2000 وصل صوت هذا الرجل إلى داخل إفريقيا بقوة. وصلت الرسالة إلى مؤتمر كان قويا في القاهرة، وأنذاك تنازل المغرب عن الديون للدول الإفريقية الأقل نموا، بل أكثر من هذا مررت رسالة أن هذا العهد هو عهد الاهتمام بالإنسان الإفريقي. بطبيعة الحال هذه 17 سنة أو هذه المدة اللي مرات يجب قراءتها، هي طويلة جدا، ولكن في المحطات الأساسية اللي مرت منها كانت فلسفة تبنى واستراتيجية يوضع لها في كل مرة توضع لها أيقونة من الأيقونات. يكفي أن نذكر منها البعض. في 2013 يأتي خطاب التحدي لإفريقيا. يجب أن نؤمن بأن نهاية الاستعمار قد حانت، وأن إفريقيا عليها أن تبني ذاتها بذاتها، وأن لإفريقيا من الإمكانيات ما يجعلها تبني ذاتها من دون اللجوء إلى الآخرين. ظهر في إفريقيا جيل من القادة استفاد من الفضاء الديمقراطي في بعض البلدان الإفريقية والتي تتجاوز بعض الدول في شمال إفريقيا، وظهرت نزعة فلسفة حب الذات وعدم يعني السقوط في البحث عن العطايا داخل عند الإنسان الإفريقي. وظهر هذا النوع من القادة ومن الجو الديمقراطي الذي يسمح لهذه الاستراتيجية التي بنيت على الإنسان الإفريقي أن تصل إلى مستوى كبير. على مستوى الاستراتيجية التي تمت فيها الجانب الاقتصادي، فيها الجانب الديني، فيها الجانب الأمني، وبطبيعة الحال هي متكاملة، ولكن عمقها ما هو؟ عمقها هو الصفاء في التعاقد، وهذا ما فهمه الأفارقة. وعلى الذين كانوا لا يعلمون ماذا يحدث في أديس أبابا أثناء عودة المغرب أن يفهموا بأن أولئك القادة قد فهموا محمد السادس، فهموا صفاء العلاقات، فهموا بأن ما كان يقدمه كان صادقا، وبالتالي الجانب الاقتصادي والجانب الديني والجانب المتعلق بالأمن وكل هذه الأشياء كانت تجيب على الحاجيات التي تحتاجها إفريقيا، ولكن تجيب عليها بكبرياء. نبني بمنطق رابح، وهذه الاستراتيجية فكت عقدة الشعور بالدونية، وبالتالي الانطلاق نحو بناء مستقبل إفريقيا بنوع من الإيمان بالقرار السياسي الاستراتيجي الذي يقدمه محمد السادس الإفريقي. أستاذ شقراوي، المعركة تواصلت حتى آخر لحظة عندما حاول خصوم المغرب استخدام ورقة الاستشارة القانونية، وكانت جلسة مغلقة طويلة، ربما سنعود إلى تفاصيلها. نعم، هذا مشكل كبير جدا، خاصة وأن طلب المغرب الذي قدم منذ أكثر من 6 أشهر في شتنبر 2016 بناء على مقرر أو ميثاق الاتحاد الإفريقي، خاصة الفصل 29 الذي هو واضح بشكل بسيط للغاية، لأن الأمر غير معقد. هناك طلب تتقدم به الدولة الإفريقية التي تريد أن تدخل إلى هذا الإطار. الطلب ويبعث الطلب إلى المفوضية العامة الإفريقية، أي إلى السيدة الآن التي كانت رئيسة المفوضية السيدة دلاميني زوما. المفوضية العامة تستنسخ هذا الطلب، يعني لا تعيد إنتاج، تستنسخه فقط وتوزعه على الدول الأعضاء، وعلى الدول الأعضاء أن تجيب بالقبول أو بالرفض. ومتى استوفي هذا الطلب العدد الأغلبية النسبية الذي هو 28، تشعر المفوضية العامة الدولة المتقدمة بالطلب بأنها أضحت عضوا
في المنظمة. القانون واضح، لا الاستشارة القانونية ولا المؤتمر 28 ولا قرار الرؤساء مطلوب في هذا الإطار. ولدينا نماذج في 2011 نموذج واضح بالنسبة لجنوب السودان. ماذا حدث؟ أن هذا الطلب لم يوزع أولا إلا بعد شهرين، وبعد أن تحدث الملك مع الرئيس رئيس تشادي وزع الطلب. ثم بعد ذلك بدأت المفوضية تتوصل بالطلب. ماذا حدث؟ المفوضية تطلب من الدول أولا أن الطلبات المرسلة من لدن وزارات الخارجية غير مقبولة، على الطلبات أن تكون موقعة من الرئاسات. ورغم ذلك هناك نسبة مهمة، إذن المغرب أضحى حاضرا في المسألة. ثم بعد ذلك وقع مشكل أكبر، هنا بدأنا ندخل في مجموعة من القراءات. هل المغرب سوف يدخل إلى المؤتمر 28 كعضو جديد في نهايته، أم يدخل قبل ذلك كمؤتمر؟ إذا دخل المغرب كمؤتمر فإنه سوف يغير العديد من الحيثيات، تقاسم مجموعة من الأمور. إن على مستوى المفوضيات نحن نعلم بأن الشمال الإفريقي كجهة من حقه أن يحصل على مفوضيتين، رجل وامرأة في الغالب، وهناك تقسم للعبة منذ زمن طويل. مفوضية الأمن والسلم تسيطر عليها الدولة الجزائرية من أكثر من 15 سنة، كان فيها طلع مامرة لمدة 10 سنوات عوضه السيد الشرقي سليم. ثم بعد ومصر تسيطر على الطاقة والبنيات التحتية، وفي ذلك اهتمام بالمجال حوض النيل وغير ذلك، وكانت هناك بعض المناورات في هذا الإطار. إذن هذا مشكل. المشكل الثاني هو التأثير على المفوض الرئاسي رئيس المفوضية الجديد حول ما قيل المغرب مع السنغال إلى غير ذلك، ولو أن الأمر ليس كذلك إلى غير ذلك. وبالتالي بدأت بعض الأمور. آخر ما أنتج على مستوى هذه المفوضية هو الرأي القانوني، وطرحت مجموعة من الأسئلة الغير لائقة، كسؤال هل المغرب يحترم قانون الحقوق الإنسان؟ سؤال آخر على المغرب أي خريطة سوف يقدم، على المغرب أن يقدم تعهدا إلى غير ذلك من الأمور خارج كل الشرعية. الشيء الذي لم يتوفق فيه معارضو الدخول المغربي وكانوا قلة ولحسن الحظ، كما أن حضور الملك في أديس أبيبا أعطى دفعة كبيرة لأصدقاء المغرب كي يتموقفوا بشكل واضح مع المغرب. وهو ما قاله في بداية الخطاب: عندما جئت أخاطبكم حتى قبل أن تستوفي المملكة إجراءات وشروط. الرأي العام المغربي عليه أن يعلم بأن حضور الملك قبل ذلك في مؤتمر أديس أبيبا وجلوسه وهو ينتظر قرار المؤتمر هو عمل كبير جدا، لأن هناك عمل الاتصال بالوفود، هناك التواصل مع الوفود، وأيضا يجب كذلك أن نهتم بمسألة مهمة. صديق المغرب كيفما كان في هذا المنظم يحتاج أيضا إلى دعم المغرب، والمغرب كان حاضرا وموجودا وبقوة وعلى أعلى المستويات. لذلك كانت الشرعية آنذاك توفرت على جميع الشروط لكي تفرض ولكي تنتصر على انعدام الشرعية كما وقع الحال سنة 1984. هنا نقطة سنوضحها أستاذ عثمان بشكل واضح، وهو أنه لم يتعلق الأمر بتصويت نهائي. المسطرة تقول بأن الدول الأعضاء تتوصل بطلب بلد ما للانضمام، ترد بالإيجاب أو بالسلب. عندما تتوفر الأغلبية ل 22 انتهى الموضوع. لكن علمنا بأن المغرب حصل على دعم 39 بلدا، ما دعا الرئيس الغيني الفاكوندي إلى التدخل بقوة في المؤتمر، وقال هل أنتم مع الديمقراطية وضد الديمقراطية، وتحدث كذلك في كلمة بالفرنسية عما اسماهم سي زوازو دو موفيز اوغور كي كروا كو لو روتور دي ماروك فا نو ديفيز. أعتقد على أنه وقعت مناقشة انضمام أو عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي هي حمالة لتفسيرات رفض خصوم المغرب لهذه العودة لاعتبارات بسيطة. أولها أن دخول المغرب سيشكل أو سيحقق تغييرا وإعادة توزيع في الأوراق التوازنات الداخلية داخل الاتحاد الإفريقي. قلت قبل قليل بأن إفريقيا تغيرت وبأن المغرب تغير، وما يجب أن نشير إليه في هذا الإطار هو أن المغرب خلال أكثر من 20 سنة الماضية قد سار في طريق الانبثاق الاقتصادي، وبالتالي فالمغرب يشكل اليوم قوة اقتصادية صاعدة في إفريقيا تضاهي القوى الاقتصادية الإفريقية الأخرى كجنوب إفريقيا ونيجيريا، مع الإشارة على أن المغرب حقق كل ذلك بدون موارد طبيعية
مهمة كالنفط أو الغاز. وبالتالي فرجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي عطفا على ما قاله الأستاذ الشقراوي سيكون له تأثير، وهذا ما كان خصوم المغرب يتخوفون منه من بعثرة أوراق التوازنات الداخلية، على اعتبار أن لحدود الساعة ومنذ إحداث الاتحاد الإفريقي وتعويضه لمنظمة الوحدة الإفريقية احتكرت المجموعة الأنجلوساكسونية التي تتشكل أساسا من جنوب إفريقيا، أنغولا، نيجيريا والجزائر التي تشكل عضوا فاعلا في هذه المجموعة، احتكرت أهم المواقع التدبيرية داخل الاتحاد الإفريقي. في المقابل ظل أصدقاء المغرب الذين يتكونون بشكل عام من المجموعة الفرنكوفونية خارج كل الترتيبات المؤسساتية باستثناء بعض المواقع الهامشية داخل هياكل الاتحاد الإفريقي. وبالتالي فرجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سيعطي صوتا أكبر لهذه المجموعة، على اعتبار أن ما كانت تفتقده المجموعة الفرنكوفونية في صراعها المؤسساتي داخل الاتحاد الإفريقي هو ريادة دولة قوية اقتصاديا ذات مصداقية على المستوى السياسي وحاضرة على مستوى الاتحاد الإفريقي، وهو ما سيمكن المغرب مستقبلا. لن يمكنه من الاستحواذ على كل المواقع، ولكن سيعطي دفعة قوية كذلك لأصدقائه في القارة الإفريقية. أريد الإشارة فقط في هذا الصدد على أنه بعض الكتابات الصحفية المناوئة للمغرب سعت أن تصطاد في المياه العاكرة وأن تحمل المغرب مسؤولية خسارة المرشح السنغالي. بطبيعة الحال المغرب دعم بشكل غير رسمي، على اعتبار أنه لم يكن حين ذاك عضوا في الاتحاد المرشح السنغالي، ولكن في نفس الوقت للمغرب علاقات جيدة ومتوازنة مع تشاد والنيجر، وهو ما يمكن المغرب كذلك من لعب أدوار. وبالتالي فالمرشح التشادي الذي استطاع الوصول إلى هذا المنصب هو مرشح متوازن عكس رئيسة المفوضية السابقة. وإشارة أخيرة سي إبراهيم في هذا الإطار هي أنه مما يعزز هذا المشكل ديال المجموعه الفرنكوفونيه مع المجموعه الانجلوساكسونيه هو السلوك والمواقف العدائيه لرئيسه المفوضيه السابقه ازاء هذه المجموعه، على اعتبار ان يمكن القول ان ورحبت بعوده المغرب في المطاف. يعني رئيسه المفوضيه السابقه يمكن ان نقولها بكل صراحه كانت تقوم بازدراء هذه المجموعه الفرنكوفونيه وتعتبرها بانها لا يمكن ان تبقى الى نفس الوزن السياسي مع المجموعه الانجلوساكسونيه، وهو ما كان يثير مشاكل. تريد ان تعقب استاذ الشيخ؟ لا اعقب بالتتمه لما قاله صديقي الاستاذ عثمان على مستوى الدول. يعني المساله ليست ايضا فقط، لان فعلا المشكله الدول الفرنكوفونيه والدول الانجلوساكسونيه موجوده في القاره الافريقيه بشكل قائم، وهناك ايضا الدول العربيه التي بدات في تلاشي كجهه وكمنطق وكثقافه. ولكن هناك مشكل ايضا على مستوى منظمه الاتحاد الافريقي، ان المتحكمين في هذا النظام نعم اغلبيتهم انجلوساكسونيون، الا الجزائر هي الوحيده اللي فرنكوفونيا، لانهم هم الداعمين الاساس، لان المساله ايضا مرتبطه بالتمويل، وهذا ايضا مشكل مطروح. وكان بحكم اقتصادي سوف يصبح من الممولين ليبيا كانت الداعم الكبير للاتحاد، لكن ليبيا حاليا في تراجع لاسباب مرتبطه بالوضع المضطرب، لذلك خلل جو ايضا لمجموعه من القوى حاليا المدعمين، وهنا المغرب سيكون من الداعمين بالضروره، سوف يصبح ممولا اساسيا. الان ربما اذا تغير الوضع، لان ينتظر ان تتغير نظيمه الاحتساب مساهمه 2.5% من الواردات او الصادرات الواردات. اذا ربما سوف تتغير المساله بشكل كبير، لكن لحد الان جنوب افريقيا، الجزائر، مصر، ولو ان مصر في هذه الايام الاخيره بدات تتراجع عن العطاءات وهناك تاخر في الاداءات، ونيجيريا واللي هي اكبر اقتصاديات القاره الافريقيه، وكان من طبيعه ان تسيطر على الشان السياسي بشكل كبير. تماما. استاذ خشيشان، يجب ان نوضح كذلك ان الامر يتعلق بعوده وليس انضمام جديد، فالاتحاد الافريقي هو وريث منظمه الوحده الافريقيه، كما الاتحاد الاوروبي وريث السوق الاوروبيه المشتركه، وفيما يتعلق بالعضويه في المنظمات الدوليه تاثر بالانسحاب او تجميد العضويه، والعوده تتطلب مسطره شكليه المصادقه من خلال الاجهزه المختصه في البلد المعني اي البرلمان كما وقع مؤخرا، ثم طلب الانضمام والمصادقه على قانون المعاهده المؤسسه للاتحاد. صحيح، ودائما اقول على انه
لحظه الخروج من منظمه الوحده الافريقيه نفس المقتضيات اللي كاينه في منظمه الوحده الافريقيه، نفس المقتضيات اللي كاينه في الاتحاد الافريقي فيما يتعلق بالعضويه. لكن الذي وقع هو انه طيله هذه المرحله التي غاب فيها المغرب عن الاتحاد الافريقي تكونت قاعده صلبه تهيمن على قرارات الاتحاد الافريقي، واستعداد المغرب للعوده كانت فيه الاحتمالات مطروحه. نكون واضحين، كان من يتابع ملف المغرب يعتبر بأن النفس يمكن أن يذهب إلى ما بعد هذا المؤتمر وتوقع أسوأ الاحتمالات. وقبل المجيء إلى أديس أبيبا تم الترويج في الجزائر يعني لسيناريوهات كثيرة. سفير البوليزاريو في استجواب مع وسيلة إعلامية جزائرية كشف عن سيناريو بغباء، قال على أنه طرح في البداية على أن المغرب يجب أن يعترف في مؤسساته الدستورية. سؤال الساعة مع إبراهيم الغربي. أهلا بكم في الجزء الثاني من سؤال الساعة، وسؤال هذه الحلقة يتعلق بعودة المغرب إلى أسرته المؤسسية الإفريقية في انتصار كبير. ما هي الآفاق التي ستفتحها هذه العودة والإضافات المربحة التي ستحملها وأبعاد الرهانات والتحديات القادمة؟ والإحاطة بمختلف جوانبه نستضيف الدكتور خالد الشدراوي مدير مركز أفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، والدكتور عثمان قاير أستاذ الاقتصاد الدولي والجيوستراتيجية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والأستاذ عبد الكبير خيشنا الكاتب الصحفي المختص في الشؤون السياسية. إذن نعود معك من حيث توقفنا أستاذ خشيشن عندما تحدثنا من الأمر يتعلق بعودة وليس بانضمام. بطبيعة الحال هي عودة، وهذه كانت حرب فيما يتعلق بالمساطير. قلت بأنه كشف الخصوم المغرب في كثير من التصريحات على أن هناك نوع من اللعب في المساطير اللي غيكون معقد بالنسبة لهذه القمة. وقلت على أن السفير بوليزاريو أعطى تصريح لوسيلة إعلامية جزائرية كشف على ثلاثة سيناريوهات، يقول بأنه إما أن المغرب يعترف من خلال المؤسسات الدستورية ديالو بجمهورية الوهم، وإما أن يكون هناك استشارة قانونية التي ظهرت فيما بعد وبالتالي تكون هي جزء من المعركة لعودته. والنقطة الثالثة وهذه الخطيرة، كان يتحدث عن حدوث فوضى فيما يتعلق بهذه الجلسة. حينما كان محمد السادس يصعد نحو الطائرة في اتجاه إثيوبيا كان هناك رعب وخوف، لأنهم لم يكونوا ينتظرون أن يكون الحضور المغربي بهذه القوة، وظهرت نتائجه في العشاء الذي أقامه صاحب الجلالة على شرف القادة الأفارقة. هذا العشاء اكتشف فيه الأفارقة أن وجه الخصوم قبيح. كان هناك استمرار للعبة إقصاء المغرب والهجوم عليه، في حين أن المغرب كان يقدم خطاب الوحدة، كان يقدم خطاب الاطمئنان. ويجب الانتباه إلى أن هذا العشاء كان يحضره الأمين العام للأمم المتحدة الجديد، وهذه الأجواء سيكون لها ما بعدها. بطبيعة الحال الكواليس كانت هناك حرب ضارية فيما يتعلق بهذه المساطير، لكن الذي كان متحكما في اللعبة من خلال المفوضية الأوروبية ودعم جنوب إفريقيا والجزائر سيدخل في عملية التلاشي مع استمرار المؤتمر وظهور الانتخابات وظهور ومجيء الرئيس الغيني وكذلك المفوضية التي كانت من نصيب تشاد. في هذه الحالة تغيرت المعادلة، وبالتالي كان هناك رهان آخر في المرحلة الثانية هو تعطيل حضور المغرب لهذه القمة بأي رمزية. بطبيعة الحال تأجيل العودة. بطبيعة الحال كانت هناك انتخابات حاولوا أن يعيدوا السيطرة على مجموعة من المراكز، ولكن لم يكونوا يتوقعوا أن تكون تلك الدخلة البهية لمحمد السادس إلى القمة. فاجأتهم بشكل أدخلهم في هستيريا، والذين كانوا يتابعون القمة لاحظوا كيف تصرفت زوما بعد هذه اللحظة. لكن هذا الدخول سيمنح جرعة أخرى حتى للذين كانوا في الطرف الآخر، بأن المغرب لم يأتي من أجل التفرقة التي كان يروج لها من قبل، بل الخطاب كان نبيلا، كان يتجه لتسويق نفس الاستراتيجية التي انطلقت منذ سنة 2000، وهو خدمة إفريقيا ومستقبل إفريقيا. دخلة بهية وخطاب تاريخي في كثير من الجوانب. مثلا
قال فيه: لمن يدعي أن المغرب يبتغي الحصول على الريادة الأفريقية عن طريق هذه المبادرة، تقول أن المملكة المغربية تسعى أن تكون الريادة للقارة الأفريقية. وتابع: أننا ندرك أننا لسنا محط إجماع داخل الاتحاد الموقر، أن هدفنا ليس إثارة نقاش عميق، ولا نرغب إطلاقا في التفرقة كما قد يزعم البعض، وستلمسون ذلك بأنفسكم. نعم بالضرورة. أولا الخطاب هو أيضا رسالة حب، رسالة إحساس، رسالة عطف، رسالة نبل، رسالة خاصة يفهمها الزعماء الأفارقة وقد فهموها جيدا. الجزء الأول هو جزء إنساني محض لا غير، واستعمل الأنا ليس بالضرورة. لا، هنا الشخص الذي يتحدث، الإنسان، وهذا مهم جدا على مستوى السياسة، وخاصة سياسة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش المملكة المغربية إلى الآن. يعني هذه السنوات الأخيرة وبالخصوص سنة 2017 مهمة للغاية في هذا النطاق. ربما قد نرجع أيضا إلى ما قبل ذلك، ولكن على الأقل على هذا المستوى هناك حضور إنساني حقيقي شهدناه في جميع الزيارات الملكية للدول الشقيقة. المسألة الثانية هو ما سوف يأتي بعد، لأن هناك الجزء الأول اللي هو الجزء الإنساني العلائقي البيني الخاص، وربما الجزء الحميمي. بعد ذلك نأتي إلى الأمور الواقعية الحقيقية، ما يسمى بالسياسة الواقعية. إذن هناك قسمين: ردود، سوف أرد على مجموعة من الادعاءات، وبعد ذلك هذا هو مشروعي لكم إذا قبلتموه. وبالضرورة قبله الكثير من الأفارقة، ولذلك سعوا إلى دخول المغرب بهذا الشكل إلى هذه المنظمة. المسألة الأساس، وهو في هذا أعتقد بأننا علينا أن نراجع ونقرأ مرة أخرى هذا الخطاب، لأن الكثير من المنابر الإعلامية حتى المغربية ما زالت تتحدث عن بعض الأمور المتجاوزة، في حين أن الخطاب رسم خارطة الطريق. يزعجني من يتحدث عن الريادة، والملك قال بصراحة: نحن لا نريد ريادة، نحن أتينا بمشروع جديد. خصوم المغرب يقولون ذلك. لا، المسألة لسنا في نزاع مع أي دولة، مسألة الريادة قد تؤتى لك أو لا تؤتى، قد يكون لك المال، قد تكون لك مجموعة من المقومات، لكن مسألة الريادة هذا أمر آخر. نحن المغرب لا يسعى إلى ريادة. المسألة الثانية أن هناك تحديات قوية تواجه الإفريقيا، وهذا هو الأساس إذا وعينا بذلك. مسألة أخرى مهمة للغاية أن الخطاب، وهذا الخطاب لا يمكن أن نبعده عن مختلف الخطابات التي سبقت، على الأقل منذ سنة 2013، وهذا مهم. خطاب أبيجان وخطاب الرياض أيضا وخطاب دكار. أولا خطاب صريح، خطاب يمكن أن نقول بأنه خطابات تقدمية، لكن خطابات تقدمية بنفح جديد لا تنفي ما أسسه آباء الاستقلال في الخمسينات والستينات، وما أسسته أيضا الفئات المثقفة للقارة الإفريقية في خمسينيات والستينيات القرن الماضي، والذي لم يعد أحد يتذكره الآن. ولكنه خطاب تقدمي بنفحة جديدة، بفكر جديد يتجاوز أيضا حتى الفكر ما بعد استعماري، وهذا هو المهم. وخطاب دكار، خطاب أبيجان مهم في هذا الإطار، مع خطاب الرياض، يعني لن شركات المغرب لا يتحكم فينا أحد. الجمعية العامة للأمم المتحدة بالضرورة. تماما. إلى الرسالة التي بعثت إلى القمة السابقة في كيغالي. نعم. وفيها كان هناك جملة واضحة: أنا أعرف إفريقيا أكثر من المدعين، وسيظهر ذلك جليا في الخطاب. هذا واضح جدا، وخاصة يعني الملك قام ب 46 زيارة للقارة الإفريقية، 25 بلد، 949 معاهدة وقعت أمامه وأمام عيونه وتحت إشرافه إلى غير ذلك، واتفاقيات ذات بعد استراتيجي، الانبوب والغاز، الأسمدة، نعم. الفلاحة. من يعرف الآن من القادة الأفارقة مختلف المناطق، في حين أن غالبية القادة منحصرون في بعض المناطق وفي بعض الجهات. لذلك أقول بأن هذا الخطاب يجب على الكثير من المهتمين إعادة قراءته. وبالخصوص هناك ردين مهمين: أنا لا أسعى إلى الريادة، وثانيا أنا لا أسعى إلى الشقاق والنفاق. أنا صريح. دليل ذلك هو ما سوف يحدث فيما بعد. سوف أذهب إلى جنوب السودان التي ليست لنا علاقات جد متطورة، سوف نبدأ من الصفر تقريبا مع هذه الدولة. وأعتقد بأن هاتين الكلمتين مهمتين. وهناك بعد ذلك تصريح لوزير الخارجية المغربي لإحدى القنوات الأجنبية. ثم هناك مسألة مهمة: الملك لن يتحدث
يتحدث عن الصحراء المغربية في الخطاب، تحدث عن أمور يعني تهم القارة ولا تهم وضعنا الخاص في هذا. وأعتقد بأن الرسالة هنا واضحة لا لخصوم المغرب ولا حتى للمغاربة لكي يعوا بموقع إفريقيا في السياسة الملكية مستقبلا. وفي ذات الخطاب أستاذ قاير هناك كذلك رسائل أخرى. فبعد أن تحدث عن المآل الذي وصل إليه الاتحاد المغاربي مقارنة بتجمعات إقليمية أخرى في غرب أفريقيا وشرقها، قال أن هذا الوضع يكرس صواب التوجه الأفريقي للمغرب، فبلدي اختار تقاسم خبرته ونقلها إلى أشقائه الأفارقة، وهو يدعو بصفة ملموسة إلى بناء مستقبل تضامني وآمن. وأننا نسجل بكل اعتزاز أن التاريخ أكد صواب اختياراتنا، فالمغرب لا يدخل الاتحاد الأفريقي من الباب الضيق وإنما من الباب الواسع، وأن الاستقبال الحار الذي خصنا به إخواننا الأفارقة اليوم دليل قاطع على ذلك، وأننا ندعو بكل حماس الأمم الإفريقية إلى الانخراط في الدينامية التي أطلقتها بلادنا وأعطاء دفعة جديدة لقارتنا برمتها. أعتقد على أنه كما جاء في الخطاب الملكي رجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ما هو إلا تتويج لمسار طويل. هذا المسار تميز بهيكلة علاقات المغرب الاقتصادية مع شركائه الأساسيين في إفريقيا على نحو ثنائي لسببين رئيسيين. السبب الأول هو كما جاء في الخطاب الملكي انطفاء شعلة الاتحاد المغاربي وتعطله. العنصر الثاني هو عدم انضمام المغرب إلى حاضنة إقليمية قريبة منه، والحاضنة الإقليمية الأقرب هي مجموعة أو تجمع دول غرب إفريقيا، وبالتالي فالمغرب نهج خلال السنوات الماضية أفقا ثنائيا لعلاقاته، وهذا العنصر جعل الحضور الاقتصادي المغربي يرتبط بشكل كبير بطبيعة العلاقات السياسية مع مجموعة من الدول، بل في درجة أخرى يرتهن بمستوى التعاون السياسي. اليوم المغرب يقترح أفقا جديدا لتعاونه الاقتصادي مع الدول الإفريقية من خلال رجوعه إلى الاتحاد الإفريقي، ومن خلال المرور والانتقال من التعاون الثنائي الذي رغم أهميته يبقى قاصرا على تعميم فوائد الاندماج، لأن فاش كيكونوا علاقات ثنائية هذه لا يمكنها أن تنتج ثمارا جماعية على المستوى الجغرافي، وبالتالي فعودة المغرب إلى مقعده في الاتحاد الإفريقي ستمكن المغرب من المساهمة بشكل كبير في تعميم فوائد هذه العلاقات الثنائية وجعلها مستثمرة على مستوى المتعدد الأطراف داخل الاتحاد الإفريقي. وما ينتظر المغرب اليوم داخل الاتحاد الإفريقي كما أشار إليه الخطاب الملكي هو أجندة اقتصادية وتنموية كبيرة، وفي هذه النقطة بالأساس يجب أن نشير على أنه كما قال الأستاذ الشقراوي المغرب رسم من خلال الخطاب الملكي أفقا تنمويا لإفريقيا يتجاوز الصراعات سواء المصطنعة من طرف بعض القيادات السياسية لبعض الدول أو الناتجة عن فترة الحرب الباردة، وبالتالي فللمغرب دور أساسي يجب أن يلعبه في المرحلة المقبلة. هناك سنة 2017 التي ستشكل سنة إنهاء المفاوضات من أجل إرساء منطقة للتبادل الحر على المستوى القاري، على الرغم من أن هذا وإصلاحات الاتحاد كذلك بطبيعة الحال، على الرغم من أن هذا المشروع قد عرف نوعا من تعثر. وهناك كذلك مشروع أجندة التنمية ديال دول الاتحاد الإفريقي 2063 والتي تسعى وتستهدف إلى جعل الاتحاد الإفريقي بعد 100 سنة من تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية فضاء للتنمية والاستقرار، وبالتالي فللمغرب مجموعة من الامتيازات ومجموعة من حتى المعايير الديمقراطية والمؤسساتية، على اعتبار أن المغرب من خلال احتكاكه أو توجهه خلال مرحلة سابقة نحو المتوسط ونحو أوروبا، ومن خلال ضبط معايير المؤسساتية والتشريعية مع نظيرتها الأوروبية في إطار ما يسمى بالمكتسب الأوروبي أو لاكي كومينوتير، فللمغرب ما يقدمه من إمكانيات تطوير حتى هياكل اشتغال الاتحاد. أستاذ خشيش، أن المغرب الآن استعاد مقعده داخل الاتحاد الإفريقي بعد القمة الأخيرة، إذا لكن تنتظره معارك كثيرة مؤسساتية، كيفية الدخول والحضور والاندماج داخل هياكل وكواليس الاتحاد الإفريقي. من المؤكد أن هذه العودة، فقط أعقب على فقرة تتعلق في الخطاب، كثير من القيل والقال عن الفقرة المتعلقة بالمغرب العربي. سياق الخطاب الذي جاءت فيه فقرة المغرب العربي هو إفريقي بحت. الخطاب كان موجها للمناطق
المشكله للاتحاد الافريقي، والتي يعد المنطقه ديال شمال افريقيا اضعفها، وبالتالي الخطاب لم يكن موجها لاحد وانما كان موجها للجميع في اطار رسم الافق الجديد للتعامل داخل القاره. فيما يتعلق بالتحديات، التحديات فيها 3 مستويات: التحدي الاول داخل الاتحاد الافريقي، التحدي الثاني داخل القاره، والتحدي الثالث دولي. فيما يتعلق بالتحدي داخل الاتحاد الافريقي، غفلنا جزئيه كانت تناقش داخل الاتحاد الافريقي ونقلتها وكاله الانباء الجزائري فيما يتعلق بالعرض الذي قدمه الوزير الاول الجزائري فيما يتعلق باصلاح الاتحاد. جملته: الجمله الاولى انه هذا القانون لا يحتاج سوى لتطعيم، وان هذا القانون يجب ان تحترم فيه القدسيات، وبالتالي التخوف والافق والتخوف القادم يعني بدا واضحا داخلا. لهذا المغرب الآن عليه أن يقوم بعملية تعيين لمجموعة من الكفاءات القادرة على أن تجعل من الاتحاد الإفريقي طبيعة الحال المندوب الدائم. سيكون هناك عمل شاق، سيكون هناك عمل دقيق، لأنه الخبرة التي يمكن أن تكتسب داخل الاتحاد الإفريقي تتطلب وقت، وبالتالي فإن المغرب أنا أعتبر من الحسنات أننا ندخل في هذه القمة على اعتبار أن الوقت سيكون كافيا لصقل مواهب وقدرات الكفاءات التي تذهب، وبالتالي فإن هذه النقطة ستكون أساسية. التحدي الثاني سيكون في المغرب. علينا أن نستعد لهذه الخارطة الطريق التي يقترحها المغرب على إفريقيا، وهنا يجب أن ننتهي من هذا التمرين الذي أصبح يعني كما كنقولوا حامض. يجب أن ننتقل بسرعة إلى تشكيل حكومة وإلى تشكيل أفق سياسي وعمل حزبي يأخذ بعين الاعتبار هذه التحديات الكبرى التي تهم الوطن. بطبيعة الحال هذا العمل سيكون داخل إفريقيا يجب أن يكون فيه شقان: الشق الأول أصدقاؤنا الذين يشكلون عصب القوة داخل الاتحاد الإفريقي، هؤلاء يجب أن يستمر معهم العمل بشكل قوي. فيما يتعلق بالجزء الذي يتردد، هناك عمل أعطى من خلاله جلالة الملك في زيارته لجنوب السودان إشارة قوية على أن هناك اتجاه هجومي فيما يتعلق بنقل هذه التجربة الإنسانية وهذه التجربة الاقتصادية وهذه التجربة الأمنية والروحية إلى هذه البلدان. التحدي الثالث هو أننا يجب أن نستثمر الانتصارات اللاحقة والعمل داخل الاتحاد الإفريقي لنصل به إلى الأمم المتحدة حيث توجد القضية. في ذات السياق أستاذ خالد الشقراوي، يعني هناك تحديات كثيرة تنتظر بالضرورة، وأعتقد أن في هذا الإطار لابد من تجنيد جميع الكفاءات، جميع القوى المغربية وجميع المؤسسات. قال السيد شيشل مسألة مهمة جدا، يعني الحكومة يجب أن نقول شيئا، أن الحكومة لا السابقة ولا الكثير من الحكومات السابقة لم تندمج في المنظور الإفريقي الملكي إلا القليل منها، أو ما أشار إليه في خطاب دكار واضح بشكل واضح. ما زالت عندنا العديد من المؤسسات الاقتصادية المغربية ما زالت تنظر إلى الشمال. احنا الآن المؤسسات الكبرى فعلا لأن لها وعي ولها ثم هناك النهج الملكي إلى غير ذلك، ولكن ما زالت المؤسسات الصغرى ما زالت تنظر في إطار ضيق، في إطار زبوني. ما زال ثقافيا ما زال المغرب ينظر إلى المتوسط، ما زالت مجموعة من الأقطاب السياسية والدينية المغربية تنظر إلى المشرق. يعني أعتقد بأن كما يقول الأمريكيون لابد لنا من عملية مونيتورين، عملية إعادة تدريب وإعادة تنسيق وإعادة دفع الناس إلى التفكير. والمسألة راه ليست جديدة، تاريخنا أصلا لمدة 10 قرون ما قبل الاستعمار كان كله متجه إلى الجنوب لحدود تقريبا أكثر من 80%، إلا ما يخص العملية الدينية كنا نتجه فيها إلى الشرق ونوعا ما العملية الثقافية، ولكن غالبية علاقتنا كانت متجهة للجنوب لأنه هو عصب الأساس لا على مستوى السياسة ولا على مستوى الاقتصاد. وفي هذا الإطار أيضا إعادة تأهيل المؤسسات الدبلوماسية المغربية. المؤسسة الرسمية الآن منطق العلاقات مع إفريقيا لا يتطلب فقط مديرية صغيرة بإمكانيات محدودة، وتطعيمها أيضا بالإمكانيات وبالكفاءات. ثم هناك المؤسسات والدبلوماسية الموازية، الأحزاب السياسية، النقابات، المجتمع المدني، البرلمان ومجلس المستشارين. هذا مهم للغاية. لدينا أحزاب سياسية، أعتقد هناك حزب واحد له علاقات الآن مع المجالات الإفريقية، والأحزاب الأخرى تقريبا كلها غائبة، لا على مستوى التواصل السياسي ولا حتى على مستوى ما يسمى بالنتوركين، يعني العلاقات البينية والتشبيك إلى غير ذلك. المسألة الأخرى هو ضرورة إنتاج خبرة
مستمرة ودائمة ومتجددة عن القارة الإفريقية. وهذا دور مؤسسة التفكير ودور الجامعة المغربية بكافة أشكالها وأنواعها. ليست المسألة مرتبطة بالعلوم السياسية أو العلوم الاقتصادية، كلنا مضطرون ومجبرون على إنتاج الخبرة، وعلى المؤسسات الرسمية أيضا أن تطلب هذه الخبرة، لأن لا يمكن إنتاج خبرة بدون طلب وبدون تأطير. المسألة الأخرى وهي إعادة تعديل الخطاب الإعلامي والسياسي المغربي، سواء كان حزبيا أو كان مجتمعا مدنيا أو كان إعلاميا، لأن ما يلاحظ وهنا إعلاميا بالأساس أن الكثير من المنابر وبالخصوص بعض المنابر الغير المسؤولة، لا نتحدث عن المنابر المهيكلة هناك بعض المنابر التي تعتمد فقط على ما يقوله الخصوم، على بعض المنابر أيضا الغير المسؤول عند الخصوم التي تقول مثل بعض المواقع تقول الآن مثلا إذا اطلعت على منابر البوليساريو تقول انتصار كبير. نعم، هذا شغلهم وهذا رأيهم وهذا منطقهم ومنطق دعاء مرتبط. لكن هناك مواقع جزائرية نوهت بهذه العودة وكتبت على الانتصارات الكبرى التي حققها المغرب والملك مقابل تراجع الجزائر. في الجانب الإعلامي يجب أن نكون حذرين بالنسبة لتوفير المعلومة، بالنسبة للتدريب، بالنسبة لتوفير الإمكانيات ضرورية، ولكن المس بالحرية لن يكون حلا بالضروره. بطبيعه الحال الحريه هي التي تعلم. طبيعي لا يمكن ان نشتغل بدون حريه، هذا ولكن على الاقل ما زالنا عندنا بعض الشخوص الذين يتحدثون عن افريقيا كالاخر، في حين ان الملك افريقي والاخر يقول نتحدث عنهم كالاخر وكانوا شيء جديد علينا. راه المساله يجب ان نعيد النظر في هذا الاطار. ثم هناك مساله مهمه للغايه، يعني على الاقل هناك 4 مبادئ. هنا أتفق مع السي خشيشن لأن عندنا مشكلة، عندنا أصدقاء ونظرا لأنهم أصدقاؤنا قد ننساهم في بعض الأحيان سواء كانوا صغارا أو كبار. أعتقد ضرورة الحفاظ على العلاقات، ضرورة تطعيم هذه العلاقات بمزيد من الجهد، ضرورة بناء علاقات جديدة حتى مع من لا يتفقون معك، لذلك الباب عليه أن يبقى مفتوحا دائما حتى مع أشد الأعداد. ثم مسألة أساسية هي الاستمرارية في التواصل كيفما كان المشكل وكيفما كانت الأوضاع. تعقيب أستاذ غير في نفس السياق ديال الأستاذ الشكراوي، أعتقد على أنه المراقب لتطور الأمور خلال هذه السنوات الأخيرة يلاحظ بأن الدولة كانت سباقة في إنتاج خطاب وممارسة وفعل على المستوى الإفريقي، وهذا الخطاب ديال الدولة كان خطابا وممارسة متكاملة وانتهجت واحد النوع ديال المأسسة، لا على مستوى الاتفاقيات ولا على مستوى أنماط وأشكال التعاون. أقل من دقيقة أستاذ عثمان، سواء تعلق على مستوى أنماط وأشكال التعاون الثنائي مع أصدقاء المغرب. ما أريد أن أقوله هو أن كل الفاعلين سواء كانوا أكاديميين مدنيين اقتصاديين إلى آخره يجب أن يعتمدوا أجندة خارجية وأجندة إفريقية من أجل تعزيز الحضور والتأثير المغربي على المستوى الإفريقي. نقطة أخيرة فقط هي أنه الرجوع إلى الاتحاد الإفريقي يفتح جبهة أخرى لاشتغال المغرب. يجب أن تظل أعيننا مراقبة لما يعتمل داخل الاتحاد الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن هذه رافعة أساسية من شراكتنا الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، ولكن بالمقابل أن ننخرط بشكل فعال داخل مؤسسات الاتحاد وهي كده. أقل من 30 ثانية. في أقل من 30 ثانية. هذا البيت الإفريقي يجب أن ندخله جميعا في المغرب. يجب أن يؤمن الناس بأن هذه معركة الهوية، معركة ديال الوحدة الترابية والوحدة الوطنية، فبالتالي كل ما